15 وحدة فاصوليا، وبعدين هحطها في مية مغلية مع رشة صغيرة من الملح لغاية ما تستوي. هستخدم بطاطساية كده متوسطة، هقطعها كده مكعبات صغيرة شوية وهسلقها في مية الفاصوليا، بس طبعا بعد ما اشيلها منها، وهسيبها لغاية ما تستوي. هستخدم ورق الخس وهقطعه على جزئين، هستخدم 2 من الفجل وهقطعهم شرايح رفيعة قوي، طماطماية متوسطة لشرايح رفيعة. احط ورق الخس، رص الفجل جنبه بالطول وجنبه البطاطس اللي سلقتها. انا اهم حاجة عندي قبل الاكل طبعا هو ترتيب الطبق علشان يبقى شكله حلو للي هياكل. وبعدين برش شرايح الطماطم مش برص شرايح الطماطم. واخر حاجة بحطها جنبها الفاصوليا المسلوقة. سلقت بيضة واحدة بس وهقطعها ل4 أجزاء بالشكل دوت وهرصها فوق الخس. وهستخدم علبة تونة واحدة بس تكون من غير زيت، لأن محضرة هو الدريسنج. معلقة كبيرة من زيت الزيتون، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة من المستردة، وملح وفلفل أسود. بس كده. الوجبة ديت فيها 330 سعر حراري، واشوفكم إن شاء الله على خير.